السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديال اليوم هي المناقيش، وصفه لبنانيه ولا سوريه ولا فلسطينيه، المهم كلهم كيديروهم. مناقيش بالزعتر وبالفخوماج، بالزعتر وبجبنه، كيجيو صراحه زوينين بزاف وانا كيعجبوني بزاف. غندوزو لطريقه العجينه. عندي خديت 3 ديال الكيسان كبار ديال الدقيق الابيض، درت معاهم مليحه، وهنا غادي نضيف السكر. هنا السكر غير باش تحمر لينا العجينه، معلقه كبيره ديال السكر. وهنايا عندي زيت العود، زيت البلديه، ثلاثة ديال المعالق كبار ديال زيت البلديه، خميره ديال الخبز، هنا معلقه كبيره وشويه حيت انا غادي نبيتهم. بالنسبه للناس اللي غيديروهم في البلاصه يديروا غير معلقه كبيره. وعندي هنا اليوغورت الطبيعي، 3 ديال المعالق كبار عامرين. هنا هاد اليوغورت بلين يوغورت عادي، ما فيه حتى شي حاجه. وهاد البراند ديال كروغر بالنسبه للبنات اللي عايشين في امريكا. وغادي نضيف بيضه، وهنا غادي نبداو نجمعوا العجين ديالنا. هاد العجينه راه كتجي زوينه. انا وجدت العجينه في الليل وخليتها حتى الصباح، تصاوبتهم باش غير كتفيقي الصباح كتصاوبيهم. بالنسبه للبنات اللي بغا يديروهم في البلاصه ماشي مشكل، خليوها تتخمر ويخدموا بها. صافي هنايا غادي نضيف ليها الماء بالتدريج. خدات ليا كاس ونص، نفس الكاس باش عبرت الدقيق هو باش عبرت الماء. ومن طبيعه الحال كل واحد والدقيق ديالو، كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. المهم عينكم ميزانكم. وهنا غنوريكم القوام ديال العجينه كيفاش خاصو يكون. ومن طبيعه الحال ماشي ضروري العجانه، عجنوا غير بيديكم. صافي وحنا كنضيفوا الماء وحنا كندلكو. وهكا كتكون لينا البنات العجينه، راه كتجي مرخوفه ما كتجيش قاصحه. صافي دابا غادي بغيت ندهن يدي شويه باش ما تلصق لياش بطبيعه الحال العجينه. وغادي نديرها في واحد البول، حتى هو ندهنوه شويه بالزيت. كنحاول هنا نجمعها مزيان. كي كتشوفوا العجينه كتكون زوينه. واحد المتتبعه معايا كنسلم عليها من هنا، ديما فين ما تصيفط ليا ميساج كتقول لي علاش العجينه ديالك كتجي بحال السلايم. السر د العجينه هو الدليك، خصها تدلك مزيان، هادشي اللي كاين. صافي وكنحط العجينه ديالي هكا ونغطيها. من طبيعه الحال هادشي راه حنا مولفينو عادي. وكما قلت لكم انا غنديرها في الثلاجه حتى الغد ليه الصباح. هذه ماشي شي حاجه اللي هي خصكم ديروها، انا غير حيت بغيت نصبح الصباح ولقى العجينه موجوده وتجيني سهله باش نوجد الفطور دغيا. هنا الغد ليه الصباح هكا كتكون العجينه. من طبيعه الحال البروده ما كتخليهاش تخمر بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي غادي يديروها في نفس النهار خليوها غير ضعف الحجم ديالها وبداو الخدمه. كناخذ شي شويه ديال الدقيق، ممكن تلقوها حتى بالزيت اللي بغيتو. وكنقسم العجينه ديالي. هنا بغيتو ديروا خبيزات صغار ديروهم، بغيتو ديروهم كبار ديروهم. انا درتهم كبار شي شويه، كاين اللي كيديروهم غير صغيورين. انا درتهم بالحجم اللي كيديروهم فاش كيبيعوهم في برا. كنت كناكل هاد المناقيش عند كيقولوا لهم المناقيش عند واحد السيد لبناني في نيويورك. الصراحه غزالين، ديما كنفطر بهم الصباح وكيصاوبهم غزالين بزاف بزاف. وهنايا بطبيعه الحال ما كاينش ريستورون لبنانيه ولا سوريه ولا ما كاينش شي حاجه شرقيه، وكنصاوبهم في الدار حيت كنتوحشهم. صافي كنقسموا العجينه. وهنا غادي نخلي هاد الكرات يرتاحوا ليا شويه. كما شفتوا عطاتني 7 الكرات كبار. غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا مده ديال واحد 15 دقيقه.
ومن بعد ما ارتاحوا لنا الكرات ديالنا على هذا الشكل غندوزو نوجدوا الحشو باش غادي نعمروا هاد العجينه ديالتنا. هنا عندي الموتزاريلا وعندي الريكوتا. هنا الريكوتا غير انا صراحه لي زدتو باش كيرطبهم وكيجيو زوينين صراحه. وهنا عندي الزعتر، هنا عندي الزعتر مخلط كيتباع على هذا الشكل، كاين عند العرب عند الهنود. بالنسبه للناس اللي في المغرب ممكن تخلطوا الزعتر مع الجنجلان ولا ديروا غير الزعتر تحكوه، المهم على حسب كل واحد اش كيبغي اش كيبغي النسمه اللي كيبغي. ممكن تعمروه بمطيشه، ممكن اللي بغيتو ديروها البنات. كناخذ داك الزعتر ديالي وكنزيد عليه زيت البلديه زيت العود حتى كيولي ليا واحد الخليط اللي هو جاري. كما قلت لكم راه ماشي غير هاد العمارات هادو اللي هاد الحشوات هادو اللي كاينين بزاف. ممكن ديروا الزيتون والفرماج، ممكن ديروا اي حاجه كتفضلوها. انا كيعجبوني هادو ديال الزعتر والفرماج كيجيو صراحه زوينين بزاف. المهم كنبقى نضيف الزيت ديالي حتى كنحصل على القوام اللي بغيت في الخليط ديال الزعتر. وكناخذ وحده من الكرات وبدا نطلقها غير بيدي، غير بشويه حتى كتقرص ليا. ما خصهاش تكون رقيقه بزاف وما خصهاش تكون غليظه، الغلظ ما خصهاش تكون غليظه حيت مازال غنديروهم في الفران وغادي يخمروا لنا شويه، ما خصهمش يجيو غلاظ بزاف. وكنستمر حتى كنسالي العجينه كامله اللي عندي والكرات كاملين اللي عندي بنفس الطريقه. ممكن نطلقوهم بالدلاك وإلا بغيتو غير بيديكم تيجيو ساهلين صراحه باليد. صافي كنديروهم في اللاطه كما كتشوفوا راه كبار، الا درتوهم صغار اللاطه غتهز لكم 4. كناخذ داك الخليط ديال الزعتر اللي عندي هنا وحده غندير فيها الزعتر على هذا الشكل. بالنسبه للبنات اللي عايشين في امريكا الزعتر راه متوفر، وكتلقاو خلطه لبنانيه، خلطه فلسطينيه، خلطه سوريه، على حسب شنو كتبغيو. انا كناخذ العادي. المهم السوريه واللبنانيه راه ما بيناتهمش شي فرق بزاف، والفلسطينيه ما عمري ما جربتها الصراحه. المهم هذا الزياد اللي كندير انا كيعجبني وكيجي زوين. كناخذ الريكوتا وكنديرها هي الاولى، وكناخذ الموتزاريلا ديالي الجبن موتزاريلا وهنا كنحاول نضغط بيدي شويه باش دوك الجناب يتنفخوا والوسط يجينا ما غليتش بزاف. ونفس الشيء ديال الزعتر. وهنا البنات راني سخنت الفران على 450 درجه. مهم فران يكون اللي عنده الغاز يدير درجه بحال الا بغيتو طيبوا الخبز قل شويه من الخبز باش ما يكرموا لكمش يجيكم رطبين وفتيين. غندوزو الاخرين. هنايا غادي نديرهم النص بالزعتر ونص بالفرomage. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه كي كندير لهم، بحال كاينين الناس اللي كيبغيو يخلطوا. كندير قياس 2 معلقات صغار ديال الزعتر وعاوتاني الخبيزه الاخرى. كنحاول نضغط بالمعلقه. وهنايا كندير هنا باش بغيت ندير معكم غير الموتزاريلا، ما نديرش ريكوتا باش تشوفوا راه ما كاينش زعما شي فرق كبير، غير هذاك تيجينا بحال الكريم من الداخل. ممكن تكتفيو غير بريكوتا صافي. وكندير لهم بجوج ريكوتا، مهم نص نص. انا ولادي كياكلوهم غير بالفرomage ما كيبغيوش الزعتر. وها هما طابوا لينا البنات كيجيو زوينين ومحمرين كما قلت لكم. الفران تكون درجه حراره مرتفعه وما تفوتوش فيهم، غير يبداو يتحمروا لكم صافي خرجوهم. ما خصكمش تفوتوا 10 دقائق حتى 12 دقيقه باش ما يكرموا لكمش ويجيكم يابسين. وهادو ديال نص زعتر ونص فرomage حتى هما كيجيو على هذا الشكل. انا مازالين سخونين غير كنخرجوهم من الفران كنجيبهم نوريهم لكم.
الصراحه كيجيو بنان بزاف بزاف. وهادو درتهم هنايا غير بالفرomage بريكوتا وبالفرomage موتزاريلا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، وان شاء الله غادي تعجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، وما تنساوش تخلي لي كومونتير. كيشوف القناه لاول مره، واخا صدعتكم بهاد الهضره الصراحه اللي كيشوف القناه لاول مره يدير سبسكرايب ويشترك في القناه. ومرحبا بالناس القدام ومرحبا بالناس الجداد، وشكرا لكم على المشاهده. وهاد الخبيزات ولا المناقيش كيتقدموا مع الزيتون ومع النعناع. انا ما كانش عندي النعناع، ومن طبيعه الحال اتاي والمخللات كيتقدموا مع هادشي والفطور وكيجيو زوينين. خليت لكم الراحه، فيديو قادم ان شاء الله.